اهلا وسهلا بكم في قناه كل يوم سر. معكم اختكم توتا، اتمنى ان تكونوا بخير وعافيه. اصدقائي، وصفه اليوم هي وصفه للتخلص من قشره الراس او تلك الماده البيضاء التي توجد بين الشعر، تكون على شكل يعني ذرات صغيرة أو كأنها يعني دقيق، وفي بعض الأحيان تكون على شكل قطع كبيرة، وذلك لتفاقم حالة القشرة التي تعتبر يعني من الأمراض، وكذلك أمراض جلد فروة الرأس، ونعالج أغلب الأشخاص لدى المختصين. أول شيء نحتاجه أصدقائي في هذه الوصفة هو أي خميرة كيميائية متوفرة لديكم. نأخذ حوالي كيس منها، يعني كل مرة تستعملون هذه الخلطة، كل مرة تريدون أن تستعملوا هذه الطريقة حضروا هذه الخلطة. المكون الثاني هو عبارة عن خل أحمر، أو يمكنكم استبداله بفنجان من الليمون، هذا أيضا يصلح. هذا هو الخل الأحمر. نقوم بمزج المكونين مع بعض. سأقوم بصب فنجان بالتقريب. نقوم بخلط المكونين مع بعض. نخلط جيدا حتى تذوب الخميرة. بعد ذلك نطبقه على فروة الرأس قبل الاستحمام. إذا نقوم بتطبيقه ودلك فروة الرأس به إلى ونحاول يعني تقشير تلك القشرة بمشط بدون أن نلحق ضررا بفروة الرأس. بعد ذلك نقوم بغسله بالشامبو. يفضل أن يكون شامبو مضاد لقشرة الرأس. أنا أفضل دائما هاندر شندر بالنعناع، هو جد رائع، كما أنه لا يضر الشعر. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر، نشلله بماء عادي. بعد ذلك نقوم بدهن فقط أطراف الشعر بزيت. طبعا بعد أن يجف نقوم بزيت الشعر العادي، يمكنكم استعمال زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، يعني فقط أطراف الشعر التي يمكن أن تكون قد تأذت من الأحماض الموجودة في هذه الخلطة. داوموا على هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع، مرتين في الأسبوع على الأقل، وسترون نتائج جد رائعة. إن أعجبتكم الوصفة فقد شاركوها مع أصدقائكم، ودعموني بلايك، وكذلك اتركوا تعليق إن لم تفهموا أي شيء في هذه الوصفة. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.